جربي وصفة النهاردة علشان هتنفعك للفطار والعشا وكمان جوع بين الوجبات، وكمان عاملاها لك النهاردة من غير سمنة ولا زيت ولا حتى زبدة، وكمان هنعملها في فرن البوتاجاز. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده انا بجيب الطبق بتاعي وبحط فيه هنا 4 كوبايات من الدقيق. تمام كده، لازم انخلهم كويس جدا، انا كنت نخلهم قبل كده. باحط هنا 4 كوبايات، يعني بُصّي حاولي إن أنتِ تعايري الكوباية بتاعتِك وتوحّديها في كل المقادير. باحط هنا كيس كامل من الخميرة الفورية، ده لو في الشتا، لو في الصيف بتحطي معلقة مليانة بس. باحط هنا معلقة من السكر واحط عليها كمان نُص معلقة من الملح، واحط هنا كوباية من اللبن الدافي. باحط هنا كمان نُص كوباية من المَيّة علشان إيه، العجينة تلِم معايا. أنا معايا كوباية فحطيت نُصّها بس، مش باحط الكمية كلها. عشان خاطر العجينة بتاعتي ما تليونش زيادة عن اللزوم. بابتدي إن أنا أعجن بالشكل اللي أنتم شايفينه ده لغاية أمّا ألِم عجينة معايا ما تكونش لا هي يابسة أوي ولا تكون طرية بتلزق في إيدي. بابتدي إن أنا أعجنها، خلاص عجنتها ونعمت معايا، بعد كده بقى باغطّيها واسيبها لمّا تخمر معايا وحجمها يتضاعف. لو وصلتوا لغاية النقطة دي ما تنسوش تذكروا الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض. على المفرش كده بانزّل شوية من الدقيق، وبعد كده العجينة بعد ما خمرت معانا، بابتدي إن أنا أنزّلها على المفرش بتاعي وأقسمها على نُصّين. باعملها كده على قطعتين ولازم تخلّيهم قد بعض بالشكل ده. حابة تعمليهم على 3 كِوَر ما فيش مشكلة. باقسمهم بقى على كورتين بالشكل ده، وابتدي إن أنا أكوّرهم كويس جدًا كده. باحط بس رشة كمان من الدقيق، وابتدي بقى إن أنا إيه، أفرد العجينة بتاعتي. بافرد الرغيف على اللي هو إيه، لا سُمك تخين أوي ولا سُمك رفيّع أوي. هاوريكِ السُمك بتاع الرغيف بتاعي بالشكل ده. أهم حاجة بس إيه، يعني تضبطي الرغيف معاكِ ما يبقاش تخين من النُص ورهيّف من الجوانب، لأ أنتِ خلّيه كلّه سِوَى واحد أو فردة واحدة. بُصّوا بيبقى السُمك بتاعه كده. أنا عملت هنا فردت الرغيفين العيش بتوعي، باسيبهم بقى لمّا يخمروا تاني، يعني باسيبهم حوالي 10 دقايق كمان. باكون بقى في الوقت ده مشغّلة الفرن بتاعي على أعلى درجة، يعني مسخّناه كويس جدًا. باحط الشبكة كده من تحت باشيل الصاج خالص، أنا باشيل الصاج علشان الفرن بتاعي يبقى سخن كويس جدًا. تمام كده، بابتدي إن أنا أحط صينية وأكون مسخّناها برضه. شوفوا أنا مش باحط العيش غير لمّا أكون مسخّنة الصينية كويس جدًا. بابتدي إن أنا أشيل العيش بتاعي وأحطه كده، وأحط بقى الصينية بتاعتي وأقفل الفرن تاني لمّا الرغيف بتاعي ينفخ بالشكل ده. بابتدي بقى هو ياخد لون من فوق ومن تحت علشان تطلّعيه طري معاكِ، يفضل طري وما ينشفش معاكِ. لازم الفرن يكون سخن. أنا كده ممكن إن أنا أعملهم الاتنين في الفرن الغاز، بس في ناس كتير يعني بتفضّل إن ما بيكونش عندها الفرن الغاز، فعندها فرن اللي هو العادي اللي هو فرن البوتاجاز أو فرن كهربا. فأنا عملته لِك النهارده عشان يكون سهل بالنسبة لِك. بُصّي أنا باطلّع الرغيف وهو سخن كده، باحط له كده يعني حاجة بسيطة من الزبدة على الوش. حاجة بسيطة يعني نُص معلقة كده من الزبدة بامشّيها على الوش كده. الرغيف بصراحة بتدّي طعم وريحة للرغيف العيش بتاعِك بتبقى تحفة، بس الخطوة دي اختياري، لو مش حابة تعمليها ما فيش مشكلة. باحط تاني رغيف برضه نفس النظام، الصينية بتكون سخنة في الفرن. باحط الرغيف لمّا ينفخ معايا باقفل الفرن علشان ينفخ معايا كويس، وأطلّعه على طول بقى باحط له حتة زبدة زي ما قُلت لِك ده اختياري، لو مش حابة تضيفيها ما فيش مشكلة. واغطّي عليه بقى كده علشان يفضل لَيِّن معاكِ. بُصّوا، بصراحة حتّة الزبدة دي بتخلّي طعم وريحة كده للرغيف بتاعِك عشان إحنا مش حاطين فيه أي مواد دهنية يعني. خلاص كده. بُصّوا بقى ما شاء الله تحفة. عايزاكم تجرّبوا الوصفة بتاعة النهارده علشان بجد هتحبوها أوي. يعني عايزين بقى تفرّزوا العيش وتعملوا كمية كبيرة براحتكم بقى، عايزين كمان تصغّروا رغيف العيش عن كده براحتكم برضه. بُصّوا تحفة، طري إزاي، طري يعني بصراحة طري وهش كده وتحفة. إن شاء الله تعمليه بنفس الطريقة دي، وهاسيب لكم المقادير في أول تعليق مثبت، لو حابة تزوّدي بقى في الكمية براحتك بقى، حابة تعملي كمية وتفرّزي منه براحتك برضه، هيبقى تحفة معاكِ. احتفظي بيه في أكياس وحطيه في الفريزر، ساعة الاستخدام طلّعيه سخّنيه يبقى معاكِ لسه خابزاه. بُصّوا ما شاء الله قد إيه إن هو طري وتحفة. قطّعته كده على حابة زي ما قُلت لِك تصغّري الرغيف بتاعِك براحتك. أنا قطّعته كده بالمقص بتاعي على انصاص كده وكان تحفة.
تاكليه بقى الصبح، تاكليه في الفطار، تاكليه مع غدوة حلوة، بجد هتحبي الوصفة بتاعتنا النهارده علشان هي مش مكلفة واقتصادية كده وسهلة. إن شاء الله جربوا الوصفة بتاعتنا وقولوا لي بقى رأيكم في الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والشير مع أصحابكم ودعموني يا بنات علشان دعمكم بيفرق معايا. أشوفكم على خير، مع السلامة.